مجددا، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما العاده ودائما نلقاكم هذا الفيديو هذا في افضل احسن الاحوال. معكم محمد. زعما انا اكسايتد صراحه، فرحان. ما عرفتش علاش كنحس بواحد الحماس لو لقيت اللي بغيت نسجل هذا شي فيديو باش نشارك معكم شي لعيبه. صراحه شي حاجه اللي كتعجبني نديرها كل نهار، يعني كنبغي نشد الكاميرا ونبدا نهضر ونشارك معكم شي حويجات. الحاجه اللي بغيت نهضر عليها في هذا الفيديو هذه هي جوج ديال الحويجات الصراحه. واحد الحاجه البارح سمعتها في واحد لا فيديو، واحد البودكاست، قال لك الى الانسان وقت زعما شنو هي الوقيته اللي يقدر الانسان يتغير فيها ولا يدير فيها واحد لو شونجمون، هي الوقيته اللي يكون الالم ديال البقاء في نفس المكان ولا نفس الحاله ولا نفس لا سيتوياسيون اكبر، او لا يعني كيفاش غنقولوها، يعني مؤلم اكثر من الالم ديال انك دير الخدمه اللي غتخليك تغير ولا تولي واحد الشخص اخر ولا توصل لوبجيكتيف ديالك. خليوني نعاود. تيقول لك انه كيبدا التغيير او اللي يقدر يكون لو شونجمون عند الانسان الوقيته اللي يكون الالم ديال البقاء في نفس الحاله، البقاء في نفس الوضع، يعني مؤلم اكثر من الالم ديال العمل نحو التغيير، والعمل نحو ولا الالم ديال لو شونجمون ولا ديال التغيير في حد ذاته. لان الالم في جوج ديال الحالات راه كاين، غير هو كاين في واحد جوج ديال الكفات. الا كاين الالم ديال الخدمه باش انك تولي واحد الشخص اخر او لا توصل لي زوبجيكتيف ديالك، هو مؤلم اكثر من الالم ديال الحاله ولا سيتوياسيون اللي انت راك فيها، ما غاديش تغير. علاش؟ لان باقي الكفه ديال الالم او المعاناه ولا التكرفيس اللي غادي تواجههم ولا اللي غاتانديوريهم وانت خدام باش توصل لواحد لوبجيكتيف كثيره على الالم ديال التكرفيس ديال البقاء في نفس الحاله ولا في نفس الوضع. تفهمنا؟ الى الالم والكفه ديال الالم ديال الخدمه والصبر والتضحيه والتكرفيس والمعاناه باش توصل للهدف ديالك اكبر من الالم ديال انك تبقى في نفس البلاصه اللي راك فيها، فراه ما عمرك غادي تغير. غتبدا تغير لقيت اللي الالم ديال انك تبقى نفس الشخص، تبقى في نفس الخدمه، تبقى في نفس الوسط العيش، في الوسط الاجتماعي عايش فيه، تبقى يبقى عندك نفس الصالير لا غير ذلك. واحد الالم اللي لا يطاق ولا يقارن بالالم اللي انت غادي يعني كما تنقولوا تحس به وانت خدام ولا انت كتدمر كما تنقولوا باش توصل للاهداف ديالك. لان كما قلت لكم الالم في كلتا الحالتين كاين، وكيبدا التغيير الا كاين الالم ديال البقاء في نفس الوضع ونفس الحاله مؤلم ويعني اكبر من الالم ديال الخدمه اللي خصنا نديروها باش نوصلوا للاهداف ديالنا. نتمنى الميساج يوصلكم وقولوا لي شنو بان لكم في الكومونتير. الحاجه الثانيه هي يلا غير دابا كنتفرج في واحد لا فيديو ديال ليبرون جيمس. هو واحد الباسكيتبولور امريكان، يعني واحد معروف تيقولوا ليه ذا كينغ، الملك زعما ديال كره السله. هو في لاج ديال الاربعينات، وهذيك المعلقه كتهضر. هو قبل الماتش هو تيدير واحد التسخينات، كيشد لابال كيطلع بها حتى لسميتو حتى لحدا البانو ديال الجهه الاخرى تيتيريها، تيعاود يرجع ثاني يشد بالون واحد اخر، تيريحوا ليه واحد البالون واحد اخر كيعاود يتيريها. هو غادي كيمشي ويجري في التيران ديال الباسكت. وهذيك المعلقه قالت لي تتهضر، قالت لهم زعما قالت لهم الحاجه اللي نبغي نقول لكم هي انه انا باقي كنعقل 10 سنين هذه وهذا اللاعب وهذا الشخص كيدير نفس التمارين ونفس التداريب. وتخيل معايا انسان في لاج ديال الاربعينات واللوكور ديالو عرفتي راه شورتليس، يعني لابس غير الشورت والتيشيرت ما كايناش، والجسم ديالو تبارك الله كله متراصي في لاج ديال الاربعينات، وتيتريني بواحد الطريقه اللي هي يعني طالعه بزاف وبريتم اللي هو يعني طالع. وحاجه كما قلت لكم اللي اثارت الانتباه ديالي هي هذه المعلقه اللي قالت انه عقلت عليه 10 سنين هذه صافي 10 كيدير نفس التمارين ونفس التداريب. اش اللي غنستافدوا من هنايا، اش اللي غنستافدوا في هذه القضيه هذه؟ هي لونجيفيتي والكونسيستنسي. راه الا ما كايناش الاستمراريه عند الانسان راه امبوسيبل نوصل. وهذا انا اشكال وحاجه اللي عانيت منها بزاف وما فهمتها حتى من بعد، حتى تضيعت بزاف ديال الوقت.
الا ما كنتيش كونسيستنت ومنضبط وكما تنقولوا يعني عندك واحد الاستمراريه في واحد الحاجه اللي كديرها داي ان داي اوت، اليوم وغدا، هذا الشهر والشهر الماجي، هذا العام والعام الماجي، راه نسى انك غادي تنجح في شي دومين كيف ما بغى يكون. بدون كونسيستنسي، بدون استمراريه، عمرك ما غادي دير شي حاجه في حياتك. نتمنى الميساج وصلكم، وقولوا لي شنو بان لكم في لي كومونتير، وتهلاو في راسكم، ونشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. تشاو، باي باي.